كانت زمزم قد طمرتها جرهم عند مغادرتها مكة لظلمها فانهزامها، وظلت زمزم مطمورة إلى عهد شيبة الحمد عبد المطلب، فأري في المنام مكانها وحاول إعادة حفرها، ومنعته قريش، ولم يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا الحارث، فنظر لله تعالى إن رزقه 10 من الولد يحمونه ويعينونه ذبح أحدهم. ولما رزقه الله 10 من الولد وأراد أن يفي بنذره لربه، فاقترع على أيهم يكون الذبيح، فكانت القرعة على عبد الله، وهم أن يذبحه عند الكعبة، فمنعته قريش، وطلبوا إليه أن يرجع في أمره إلى عرافة بالمدينة تفتيه في أمر ذبح ولده، فأرشدته إلى أن يضع 10 من الإبل وهي دية الفرد عندهم، وأن يضرب بالقداح على عبد الله وعلى الإبل، فإن خرجت على عبد الله الذبيح زاد 10 من الإبل، وإن خرجت على الإبل فانحرها، فقد رضيها ربكم ونجا صاحبكم. فوصلوا مكة، وجيء بالإبل وصاحب القداح، وقام عبد المطلب عند هبل داخل الكعبة يدعو الله عز وجل، وأخذ صاحب القداح يضربها، وكلما خرجت على عبد الله زادوا 10 من الإبل حتى بلغت 100. كل ذلك وعبد المطلب قائم يدعو الله عز وجل عند هبل، فقال رجل قريش: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، فأبى إلا أن يضرب عنها القداح 3 مرات، ففعل، فكانت في كل مرة تخرج على الإبل. عندها رضي عبد المطلب ونحر الإبل وتركها لا يصد عنها إنسان ولا حيوان، ونجى الله تعالى والحمد لله لا سواه عبد الله والد رسول الله، فهذا سبب لقب عبد الله بالذبيح، وهو أحب أولاد عبد المطلب 10 إليه، وزاده حبا فيه هذه الحادثة العجيبة.